المرشد المعين اللي بغى يتكلم على زيارة الرسول قال لك سير لقبر المصطفى بأدب ونية توجب لكل مطلب سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمار نيت التوفيق واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من وسل شفاعة وختم حسن. هذا هو اللي يطلب من الرسول، يا رسول الله اشفع فيه واطلب لي مولانا نموت على حسن الخاتم واش اخرى كاع فاني. بس الشفاعات طلبوا منها الشفاعة ومن أن يختم لنا بالحسن. هذا ما نطلبوا احنا من الرسول. فهذه هي اللي كانوا يطلبوها الصحابة. واحد يقول له يا رسول طلب لي مولانا نكون معك في الجنة، يقول له عليك بكثرة السجود. يقول يا رسول الله طلب لي مولانا، يأمرهم بالطاعة. ذاك الرسول الصحابي اللي جاء للرسول، الرسول مريح مع الصحابة وجاه راني قلتها لكم كيسموه اللي قال لها الرسول ما راك مغير، جا متغير في وجهه. قال له الرسول واش بيك؟ قال له يا رسول الله مانيش نطيق مثلا نفارقك، كان دائما نكون معك، بصح راني تمنيت الاخره اللي نكونوا في الاخره تكون في مقام رفيع وانا نكون لتحت. كي ندير؟ سبب نزول هذه الآية ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عليك بطاعة الله تكون مع هذا الناس معه. قال له والو غير يطيع مولانا تكون معايا. هذه هي الناس اللي تتمنى الرسول يشفع فيها وتكون مع الرسول. شكون المجلس نتاع الرسول في الجنة وشكون الوسط؟ بدون وسط. وهذه هي من أحب قوم حشر معه. الله يرزقنا محبة الرسول. الصحابي اللي جاء للرسول قال له الرسول ما أعددت لها واش راك موجود لها؟ قال له لا صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قال له أنت مع من أحببت؟ قال لك سيدنا أنس بن مالك ما فرح الصحابة بشيء كفرحهم بهذا الحديث. سيدنا أنس قال وأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأتمنى أن نكون معه، ونحن كذلك كلنا نحب هذا، نتمنى نكون معهم إن شاء الله.